شكرا سيد الرئيس. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد رئيس البرلمان المحترم، سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، سيد معالي الوزير الأول المحترم، زميلاتي سيدات والسادة الوزراء، زميلاتي زملاء النواب بغرفة البرلمان، أسرة الإعلام، حضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أودي في بداية مداخلتي التي أطمح أن تحظى بكرم إصغائكم أن أغتنم هذه السانحة المتميزة باسم كتلة برلمان حزب جبهة التحرير الوطني لمجلس الأمة في المسيرة النماء المتزايد والتقدم المضطرد الذي سجلته بلادنا على امتداد ما يقرب 4 خماسيات منذ 1999، 3 منها انقضت بثمارها اليانعة وإنجازاتها الواعدة، ورابعها ها هي بشائره هلت منذ فترة وجيزة من الزمن، وكسابقه ها هي إنجازاته وانتصاراته متواصلة رغم ذائقة المتآتية من تدني أسعار المحروقات تنصب يوميا في ربوع وجهات وطن الشهداء شواهد حية تروي للأجيال الحاضر والمستقبل معاني الوفاء بالعهد والصدق في الوعد من لدن قائد استحق منا جميعا في هذا اليوم المشهود أسمى آيات العرفان والتقدير وأثير الشكر والامتنان على صانع فعله وجزيل عطائه للجزائر التي عرفته جبالها شابا مجاهدا من أجل تحريرها من نير العبودية والاستدمار، واستقبلته عواصم العالم وزيرا ورئيسا مدافعا عن سيادتها ومكانتها المستحقة بين الدول والشعوب، وخبرته المنابر خاطبا منافحا عن قيم الحق والعدل في كل مكان وزمان، ناصرا للمظلومين منحازا للمحتاجين والمستضعفين من أبناء شعبه وأمته وقارته، لا يخشى بذلك لومة لائم ولا قولة حاقد أو مكابر، إنه صاحب المبادرة والفضل في التئام جمعنا في هذا اليوم المشهود فخامة الرئيس المجاهد والمناضل عبد العزيز بوتفليقة. سيد الرئيس، الحضور الكرام، لا شك أنكم تتذكرون معي تلك الصيحة المدوية ذات يوم من أبريل 1999: ألا في حب الجزائر فليتنافس المتنافسون، وتستحضرون الركائز الثلاثة: إطفاء النار الفتنة، إنعاش الاقتصاد الوطني، واستعادة هيبة الجزائر ومكانتها الدولية. ولا شك أيضا أنكم تتذكرون حالة العزلة والحصار غير المعلن التي كانت تعانيها بلادنا بفضل أوساط معادية كانت تسعى جاهدا إلى تشويه الشعب الجزائري ودولته وجيشه الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن وكل قوات الحية لبلادنا. إن تلك الرهانات والمراهنات التي كادت أن تحجب عنا أفق المستقبل الواعد قد صارت بفضل المنجزات البارزة ومسجلة على أكثر من صعيد تحسب على ماضي وسنوات العجاف. إن الجزائر التي خاضت معركة محاربة الإرهاب منفردة واستطاعت بفضل وعي شعبها وحنكة قائد مسيرتها وانخراط كافة أبنائها المخلصين في رسم المعالم المستقبل الأفضل أن تنتصر وتستعيد عافيتها بفضل سياسة الوئام والمصالحة التي أعادت للمواطن الأمن والأمان وللوطن الازدهار والاستقلال. هي اليوم أقوى مناعة وأصلب عزيمة وأكثر تصميم على تعزيز مسيرة التحصين والتأصيل لمبادئ الديمقراطية الحق والتعددية الصادقة. سيد الرئيس، حضور الكرام، إن الخطوة الجديدة التي يدشنها تعديل الدستور المقترح علينا اليوم تعود تتويجا لمسار طويل من المشاورات التي شارك فيها العديد من الأحزاب والتنظيمات والجمعيات والشخصيات الوطنية بغية وصول إلى التوافق يحصن البلاد ضد كافة الأخطار ويحميها من كل الانزلاقات. وها هي تلك الجهود الصادقة التي شارك فيها حزبنا بإرادة منفتح على كل آراء والاقتراحات تصل إلى محطتها النهائية
وبذلك تكون الجزائر قد دخلت كما قال وزير الأول القرن 21 بأدوات وآليات دستورية تسمح لها بالتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر وتغيراته المتسارعة. لقد رهن الكثير من المناوئين والمشككين والمرتهنين إلى الأفكار والنظريات المعادية للجزائر والجزائريين على عدم الوصول بمسار الإصلاحات الشاملة التي أعلن عنها فخامة الرئيس الجمهورية إلى مبتغاها، وحولوا بكل الطرق والأساليب بث القلق في نفوس المواطنين، لكن انخراط أغلبية في دفاع عن غاياتها وأبعادها النبيلة جعل كل من آمن حقا بالجزائر القوية والمستقرة يساهم بفعاليات في إنجاحها. وها هي ثمار مسعى تتجسد اليوم حقائق ملموسة، فهنيئا للشعب الجزائري بهذا الانتصار الجديد. سيد الرئيس، الحضور الكرام، إن الواجب الذي نطلع به اليوم من أجل تمكين أجيال الحاضر والمستقبل من الدولة المدنية تختفي منها مظالم وتتحقق في كنفها المساواة وتصان فيها الحقوق، هي بالنسبة للمناضلين والمناضلات جبهة التحرير الوطني معها متجددة وأهداف راسخة، ذلك ما ترجمه بصدق ومصداقية منذ مدة في تصريحات ومواقف الأخ الأمين العام للحزب السيد عمار سعداني. ومن هذا المنطلق فإننا نثمن عاليا ما تم التكفل به من اقتراحات حزبنا في هذا التعديل الدستوري الذي يأتي في قناعتنا خطوة جديدة لتعميق الممارسة الديمقراطية ببلادنا وتكريسها لدولة الحق والعدل والقانون، كما أنه ضمان أكيد لتعزيز الحريات والحقوق الجماعية والفردية للمواطن، وكذا حرية الرأي والتعبير. إننا نعلن تأييدنا ومساندتنا لكل مواده وفصله. لا يفوتني أن أؤكد من أعلى هذه المنصة على أن الدستور المعدل والذي يصادق عليه جاء في مرحلة من المراحل التي تتطلب المزيد من التماسك الوطني لمواجهة كل التحديات التي قد تفرض علينا لمواجهتها. جاء بهذه الأمة قانونا يمكن إرساء الثوابت تشكل رابطا قويا بين أبناء هذه الأمة حيثما كانوا وأينما تواجدوا، وهي الحقيقة التي أكد عليها الأمين العام للحزب، التي تشكل على الدوام خطا واضحا في خطابه السياسي. في ختام، أهنئ الشعب الجزائري بكل فئاته وأطيافه السياسية ومشاربه الإيديولوجية على هذا الانتصار الجديد على طريق الاستمرار لنجاح والوفاء لعهد والأمل في الغد. شكرا على كرم الإصغاء. تحيا الجزائر، المجد وخلود للشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.